سبحان الله، لسه من يومين برد على كلام ناصر ماهر وهو بيقول الاهلي عنده نجوم انما الزمالك عنده اساطير. رديت على الكلام، ناس دخلت تشتم واللي يقول بيطبل واللي مش عارف ايه، والناس اللي احترمت كلامي على راسي كلها. ولكن سبحان الله، يجي امبارح لسه من كام ساعه كابتن حسن شحاته على نفس الكرسي اللي كان قاعد عليه ناصر ماهر مع نفس المذيع مهيب عبد الهادي، ومهيب بيسأله بيقول له ايه رأيك في شيكا واللي كان بيعمله شيكا وميدو والدنيا دي كلها. فحسن شحاتة يعني بيتكلم كده بحزن ويقول، ومهيب طبعا خبيث شويه فبيسأله ويقول له ما بتاخدش ليه شيكابالا في المعسكرات؟ فقال لك شيكابالا اللي كان بيرفض يجي المنتخب اصلا وانه كان يلعب او المعسكرات ما بيحبش الجو ده. ولكن سيبك من كل الكلام ده، تعالى للكلام اللي كلنا شفناه قدام عينينا والبعض من الزملكاويه مش عاوزين يصدقوه او مغمين عينيهم او هم بيدافعوا على ده، وهو ان حسن شحاته بيقول شيكابالا شتمني قدام مصر كلها. وطبعا كلنا فاكرين اليوم ده في مباراه المغرب الفاسي، طبعا في مباراة دوري ابطال افريقيا، وكان ساعتها المباراة مش مستاهلة اصلا. كان الزمالك كسبان في المغرب 2 وكسبان في القاهرة هنا 2. فكابتن حسن شحاتة عادي، تعالى يا شيكا اطلع يا معلم ريح وبتاع وبنعمل روتيشن. ولكن شيكابالا لا، استغل الموقف بقى، انا واقف لك على واحده. يعني شيكا واقف على الواحده الكابتن حسن شحاته فشتمه بقى والزعيق ويا اخي زهقتني. وطبعا احنا فاكرين الجو ده، فربطوا ما بين شيكابالا وحسن شحاته وميدو وشيكابالا. فلما سالوه عن شيكابالا فحسن شحاته قال ده شيكابالا شتمني. ومن ساعتها ناس كتير بتحاول انها تصالحنا، عمرو الجنايني ومش عارف ايه. ولكن هي دي الاساطير يا ناصر يا ماهر اللي بتقول الزمالك فيه اساطير. فلما قالوا له مين الاساطير يا ناصر، مهيب بيساله قال له شيكا وفي شيفو وفي مش عارف مين. حضرتك شيفو على عيني وعلى راسي، وانا بالنسبه لي اسطوره، لان من مميزات الاسطوره الاخلاق العاليه. فعبد الشافي اخلاقه عاليه جدا، فده ممكن يكون اسطوره عادي جدا رغم ان القابه محدوده مش زي القاب لعيبه الاهلي. الناحيه الثانيه شيكابالا فين يا معلم القابه؟ مش هتلاقي غير كام كده بطوله عادي كده في الحبيني مع شويه اخلاق. كلنا شايفين الموقف اللي عامله ضد جمهور الاهلي في مباراه السوبر لو نفتكر في الامارات، مع شتايم الجمهور، رفع مش عارف الحذاء، تف على الجمهور. كل الكلام ده ما يدلش ان هو اسطوره يا ناصر يا ماهر. الناحيه الثانيه في النادي الاهلي هتلاقي تريكه، هتلاقي جمعه، هتلاقي غالي، هتلاقي ناس كتيره جدا على مر تاريخ النادي الاهلي كل حاجه بقى اخلاق مع بطولات مع كل حاجه. وده الفرق ما بين الاساطير اللي بتقول عليهم يا ناصر يا ماهر والنجوم الناحيه التانيه. وسبحان الله، حق الناس اللي كان بيتقلل منها من ناصر ماهر وجمهور الزمالك اللي فرحان واللي طبعا بيحب الجو ده. واللي امبارح برضه رغم ان حسن شحاته قال شيكابالا شتمني، هتلاقي بعض من جمهور الزمالك والصفحات يقولوا شيكا يعمل اللي هو عايزه. انت يا حسن شحاته ما بتقفش جنبنا احنا كزمالك، احنا مش عارف ايه. يعني عقليه تعبانه. هي دي العقليه اللي بيشجعوا نادي الزمالك. معظم جمهور الزمالك الحقيقه بنفس العقليه دي، وهم نفس الناس اللي بيخشوا برضه يشتموني. ولكن برضه ولا بيهمني، انا واحد بقول كلمه الحق، واحد بقول الكلام اللي يعقل، الكلام اللي بيجيب من الاخر، وما يفرقش معايا انت مين، لان انت كده كلامك السلبي ده ملوش اي لازمه. وسبحان الله، نفس الرد بيجي من كابتن حسن شحاته بعدها بيومين مع نفس المذيع وعلى نفس الكرسي. بنشوف اهو الكلام اللي بيقوله، وان موضوع الاساطير والنجوم طبعا موجوده في النادي الاهلي. وايه المشكله لما كابتن حسن شحاته يحترم النادي الاهلي وبيتكلم عن النادي الاهلي كويس؟ عادي، بيدي كل واحد حقه. مش لازم ان انا عشان زملكاوي اطلع اشتم في الاهلي علشان اعجب، ولكن ده هيكون بيدل على اخلاقي او على سلوكي. ولكن في النهايه ادينا عرفنا مين الاساطير الحقيقيه ومين النجوم، وكفايه عظمه لحد كده.